خلونا نعترف بكل صراحة إن شيكابالا هو ملك اللقطة. اللاعب بيعرف يتعامل ازاي كويس جدا مع جمهور الزمالك، فبيستفيد في النهاية بإنه أصبح أيقونة عندهم، مع إنه في الحقيقة واحد من أساطير الوهم لا أكتر ولا أقل. هما كجمهور حريفة في صنع الأبطال من ورق. ما هو شيكابالا ده أكبر مثال وبقى أيقونتهم، بالرغم من إنه تقريبا ما كانش أبدا عامل حاسم في أي بطولة، وبالأرقام هو أصلا محققش بطولات كتيرة ولا بطولات كبيرة إلا قليل جدا، ودي حاجات موثقة وممكن ترجع لها وواضحة. وللتدليل على ده كمان تعالوا نسأل نقول هو شارك في كام هدف سواء كان صناعة أو تسجيل. ده مدافع اسمه علي معلول شارك في الأهداف تسجيلا وصناعة أكتر منه. ده غير إنه تاريخيا هو اللاعب الأكثر هزيمة في تاريخ ماتشات القمة بين الأهلي والزمالك، بواقع 16 مباراة خسرها شيكابالا. شيكابالا مش عاجبه انتقال إمام عاشور للأهلي، فراح منزل بوست بيقول جمهورك هو اللي باقي. كالعادة بيلعب على الجمهور اللي هو أصلا بدأ قصة العشق معاه بشتيمة المنافسين وإشاراته البذيئة ليهم. بس على الرغم من ده، حكاية جمهورك هو اللي باقي دي ممكن أي لاعب في الدنيا يقولها إلا شيكابالا. لاعيبة كتير جدا في تاريخ الزمالك ممكن يعملوا اللقطة دي، لكن ما ينفعش يكون هو شيكابالا بالتحديد. شيكابالا اللي ابتدى مشواره مع الزمالك بهروبه لباوك اليوناني أول ما شم نفسه مع الفريق الأول، وبعدين رجع من باوك بعد موسم واحد ومضى مع الاهلي، يعني زي امام عاشور كده بالظبط، واتصور جوه النادي الاهلي وطلع في الفيديو الشهير في برنامج احمد شوبير بيقول انه هينتقل للاهلي. وتعالوا نشوف الفيديو. عرض نادي الاهلي يمكن كان هيبقى ممكن يكون اكبر من عرض نادي الزمالك في القيمه الماليه. النادي الاهلي بس في مصر اللي فاضل كان في سمعنا طلائع الجيش وطلائع الجيش داخل في الموضوع، بس الاهلي حسم الصفقه وانت خلاص مضيت مع الاهلي عقد نهائي لمده قد ايه وبقيمه ماليه اللي هي 600000 يورو. خلاص هم المفروض عايزين يدفعوا 600000 يورو للنادي، بس لحد دلوقتي ما اعرفش هيدفعوا كام بقى بعد ما ودينا الورق للفيفا. ما اعرفش هندفع قد ايه، بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. بس انا موجود السنه دي في النادي الاهلي يعني ان شاء الله. على فكرة لو كنا في عصر السوشيال ميديا في الوقت ده، كان زمان جمال حمزة كابتن الفريق وقتها هينزل بوست زي اللي نزله شيكابالا بالظبط، ويكتب له فيه الجمهور هو اللي باقي. ده قبل طبعا ما جمال حمزة نفسه يحصل شيكابالا كمان ويمضي للأهلي، ولكن وقتها الصفقة ما اكتملتش بقرار من الأهلي نفسه لأسباب لا داعي لذكرها، طالما النادي الأهلي نفسه ما قالهاش احتراما لكل شيء. صفقة انتقال شيكابالا ما اكتملتش بسبب تغيير حصل في إدارة نادي باوك اليوناني وقت الصفقة، وبعدها رجع شيكابالا للزمالك، وده كان بعد طلب ودي من كمال درويش رئيس الزمالك اللي راح لحسن حمدي وقتها وطلب منه بشكل ودي عدم إتمام الصفقة دي. ووقتها الكابتن حسن حمدي وافق على طلب كمال درويش، وبالفعل لم تكتمل الصفقة ليتم بعد كده تعاقد نادي الزمالك مع شيكابالا. بالفعل وقع شيكابالا عقد مع نادي الزمالك، وفي تاني موسم معاهم حصلت خناقة لشيكابالا مع جمهور الزمالك، وكانت نتيجته انه على الهواء مباشرة رفع ليهم الحذاء فظلوا يشتموه، وشفناه كلنا وهو بيعيط في الملعب. وظلت الكوميديا دي عدة ماتشات، كان الفريق يخسر فتكون النتيجة ان الجمهور يشتم اللاعبين وعلى راسهم شيكابالا فيرفع ليهم الحذاء، ويكون كل ده على الهواء مباشرة وكل الناس تشوفه. لكن بعدها بموسم وبعد ما ابتدى شيكابالا ياخد وضعه في الفريق، راح مضى لنادي اندرلخت البلجيكي وهو عنده عقد ساري مع الزمالك، وانقطع عن التدريبات وراح يحضر حفلة محمد منير في الساحل، والكلام ده اللي قاله مسؤول النادي في البرامج. شيكابالا دلوقتي راجل بالعربي كده قال انا مستني ممدوح عباس. ممدوح عباس هو اللي بيظبطه، الراجل من انجلترا لاسبانيا وبيتصيف في اسبانيا دلوقتي ومش هيرجع غير اخر الشهر. الراجل حسام حسن زعق بين الشوطين، راح خد لبسه ومشي وراح يتفسح في مارينا ويروح لمحمد منير وسايب فرقته في برج العرب، وفاضل ايام على الدوري الممتاز يبتدي، واولى المباريات هي مباراه حرس الحدود في الدوري. ايه رايك في شيكابالا؟ انا نكون منطقيين، شيكابالا لما رجع من باوك ايه اللي حصل؟ شيكابالا هرب من باوك. شيكابالا الزمالك جاب لعيب هو اساسا هرب منه وراح باوك، وبعد كده بعد ما راح هرب من باوك ورجع له، وبعد كده اما رجع له مضى للاهلي، وبعد كده ما مضى للاهلي راح مضى للزمالك، وبعد كده لعب. احنا بنرسخ يعني مبادئ يعني
واهيه، دي مش مبادئ. لكن اتلم الموضوع وعمرو الجنايني عضو مجلس إدارة الزمالك وقتها عمل له أكبر عقد لاعب كرة في مصر، وبعدها ب3 سنين راح قدم على فسخ عقده مع الزمالك في اتحاد الكرة بسبب مستحقاته المتأخرة، وطلع مع شوبير في ليلة غلق القيد وقال له لو ما سابونيش أروح سبورتنج لشبونة هبطل كورة وأقعد جنبهم. ومع ضغط شيكابالا اضطر مسؤول الزمالك للموافقة على رحيله لسبورتنج لشبونة البرتغالي. بالفعل وقع شيكابالا لسبورتنج لشبونة لكنه فشل ذريع وهرب منهم ورجع تاني مصر بعد أقل من سنة، وفي الوقت ده قال نفسي أبطل كورة في الإسماعيلي. كان طبعا تصريح غريب لكنه كان واقعي لأنه كان عنده مشاكل مع مرتضى منصور وكان تقريبا الباب مقفول. لكن لأن الزمالك نفسه بيخاف دايما من إن أي لاعب عنده قدر من الشهرة إنه ينتقل للأهلي، فاضطروا إنهم يعملوا له عقد من أول وجديد وتمت إعارته للإسماعيلي وراح لعب أقل من سنة ورجع على الزمالك. وفي الوقت ده كتب بوست على الفيسبوك كاتب لمرتضى عاوزني اديني حقي، بس تقريبا خد حقه بالفعل وبقوا زي الفل مع بعض، وبقى كل شوية يروح له المكتب يوطي راسه في الفيديوهات وهو بيغلط في الناس. فالخلاصة إن شيكابالا عرف يضحك على جمهور الزمالك من خلال شتيمة المنافسين لا أكتر ولا أقل، ودي النمرة اللي بيعملها بعد كل ماتش، فجمهور الزمالك بيحبه بالطريقة دي، كيمياء وراكبة على بعضها. لكن تظل الحقيقة واضحة وهي إن شيكابالا تحديدا آخر واحد ممكن يزايد على الناس بنقطة الانتماء، وتاريخه شاهد على ده، فمش منطقي يزايد على أي لاعب ينتقل من الزمالك سواء للأهلي أو لأي نادي. تحياتي.